المقدسات، انا شخصيا مش من منطلق عقائدي، من منطلق فكري، نعتقد ان قضيه المعتقدات والمقدسات قضيه لا يمكن ان يتناولها الفكر العقلاني، هي قضيه تمس الروحانيات، لكن تمس الروحانيات هذا شيء، لكن انا كل حاجه تحب تمررها تقول لي هذه مقدسه، هذا موضوع اخر. هذا الالتفاف على المقدس ما يمشيش بعيد، لأن المقدس موجود في الحياة، موجود في الدنيا. كل الناس اللي تدافع عليه راهو بصفة عامة كما يقولوا اللون يدقهم. خاطر يرجع، لأن المقدس في العمق الباطني للشعوب. ما تمشيش حتى شعوب كي تدجل عليها شوية في الآخر هي تعرف المقدس بتاعها. وهي كي تتسامح مع ناس آخرين حتى تعرف المقدس بتاعها ما تمسش. ولا توليرانس كي اكزيست في المواطنين العاديين المؤمنين المسلمين، مش على خاطر هو متهاون في المقدس، على خاطر هو يعرف ويحس منين وقتاش المقدس بتاعه يتمس وقتاش ما يتمسش. اما كي يجي واحد ينصب روحه حارس المقدسات ويعلن المقدس هذاك مسروق، يلم 4 من الناس 5 من الناس يعمل حاجه ولا ما يشربش المواطنين الاخرين مش معاه، خاطر ما يحلوش. وهذه كل المجتمعات الاسلاميه وكل المجتمعات تعرف تتمس المقدس بتاعها ولاش تظلم الفعل. ولكن انا ما نعتقدش ان المقدس في تونس او في المجتمعات العربيه مهدر، ما نعتقدش، وحتى في المجتمعات الغربيه، لانه فيه المقدس يمر بمراحل كيف لانه سيستم هيستوريك. في فترات ان المقدس يتخلى جزء منه يخرج من المقدس يولي بروفان. وفرق عن المجتمعات الاخرى لانها عندها